بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس. لا 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 نار 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 من البداية. مبروك الجزائر فزت يا جماعه. يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله، شو اللي قاعد بيعملوا الجزائر في بطولة افريقيا يا جماعة؟ شو اللي قاعد بيعملوا رياض محرز ومحاربو الصحراء؟ انسوا هدفين رياض محرز بشكل كامل وركزوا لي على اسيست عمورة. يا عمري يا عمورة على الاسيست، يا عمري يا عمورة على الاسيست، يخرب بيت ام الجنون تحت انظار زين الدين زيدان. وصلت إلى بوداوي والعرضية. الله يا عمري يا عمورة على الاسيست، هيك لعبها يا رجل، هيك لعبها يا رجل، استلمها رياض محرز، سجل على السودان ليثبت محاربو الصحراء للجميع، الجزائر عادت للمنافسة على كأس افريقيا. يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ رياض محرز بيسجل الهدف الاول للمنتخب الجزائري بهدف من جمله ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده، ويبداها بوداوي يلعبها لبغداد لعموره، عموره لبوداوي وكعب زي الكتاب ما بيقول، ورياض محرز بيحط لمسته اللي مفيش بقى زيها، والهدف الاول ده هدف رياض محرز التاريخي ضد السودان، الهدف اللي سجله منتخب الجزائر بعد مرور دقيقة واحدة بس، بدي اسيست حلوة قوي واسيست كمان حلوة قوي وفينش احلى واحلى. ركز كده في منظر الجمهور عشان هنرجع له دلوقتي. والله هدف جميل من رياض محرز. الاسيست يا اخواننا خرافي تاريخي، اسيست على طريقة ديل بييرو عالمي. ليه بتقولي يا عم عمده ان هدف رياض محرز تاريخي؟ لان محرز وصل للهدف رقم 7 مع منتخب الجزائر في كاس الافريقيه، يصبح هداف المنتخب في كل نسخ كاس ده غير انه اول هدف لرياض محرز من الهدف التاريخي ضد منتخب نيجيريا في 2019 بتاع حطها في الجول يا رياض. محرز كمان بيتساوى مع بغداد منجح وبيبقى عنده 35 هدف، وبرضه اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ منتخب الجزائر.